السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يعرف الطقس بالمملكة اليوم الثلاثاء 26 غشت أجواء حارة إلى جد حارة بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية، في حين ستبقى الأجواء معتدلة بالسواحل الشمالية والوسطى، مع تشكل سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية، حيث من المنتظر تسجيل زخات رعدية محلية قد تمتد إلى الجنوب الشرقي. في السواحل الشمالية من طنجة إلى العرائش مرورا بتطوان والعرائش ستتراوح درجات الحرارة بين 24 و 28 درجة تحت سماء صافية إلى قليلة السحب. وفي الريف والجهة الشرقية خصوصا الناظور ووجدة ستسجل درجات ما بين 30 و 35 درجة مع طقس مستقر. أما فاس ومكناس وتآونات وصفرو فستسجل حرارة تتراوح بين 35 و 38 درجة مع أجواء حارة. بالسواحل الوسطى الممتدة من الرباط إلى الجديدة وآسفي ستبقى الأجواء معتدلة مع حرارة تتراوح بين 25 و 30 درجة، فيما ستسجل الدار البيضاء والمحمدية درجات مماثلة. أما القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم فستعرف درجات حرارة بين 27 و 32 درجة. في المناطق الداخلية الوسطى مثل بني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح ستسجل حرارة تصل إلى 39 درجة تحت أجواء مشمسة. أما مراكش والرحمان وشيشاوة فستشهد درجات بين 37 و 40 درجة، بينما ستتراوح الحرارة في أكادير وإنزكان وتارودانت بين 33 و 36 درجة، في حين ستظل معتدلة في الصويرة حيث لن تتجاوز 28 درجة. في الجنوب الشرقي خصوصا الرشيدية وورزازات وزاغورة وتنغر ستبقى الأجواء حارة جدا، حيث ستتراوح الحرارة بين 37 و 40 درجة مع احتمال هطول زخات رعدية بعد الزوال بالسفوح الجنوبية للأطلس الكبير. أما ميدلت فستعرف أجواء الغائمة جزئيا مع أمطار متفرقة. أما الأقاليم الجنوبية فستسجل العيون وبجدور حرارة ما بين 29 و 32 درجة، بينما ستبقى الأجواء معتدلة بالداخلة وأوسرد، حيث ستتراوح الحرارة بين 27 و 30 درجة تحت سماء مشمسة ونسيم محيطي معتدل. بالنسبة لتوقعات الأيام الثلاثة المقبلة، الأربعاء 27 غشت ستبقى الأجواء حارة بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية، حيث ستتراوح الحرارة بين 36 و 40 درجة مع ظهور سحب غير مستقرة بالأطلس الكبير والمتوسط قد تعطي زخات رعدية محلية تمتد إلى الهضاب العليا الشرقية، فيما ستظل الأجواء مستقرة بالسواحل. الخميس 28 غشت سيسجل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالسهول الداخلية وسوس، بينما ستبقى الأجواء معتدلة قرب السواحل، وستتشكل خلال الزوال سحب ركامية فوق الأطلس الكبير والمتوسط مع زخات رعدية متفرقة قد تشمل أيضا ميدلت والرشيدية. الجمعة 29 غشت ستظل الأجواء حارة بالجنوب الشرقي والسهول الداخلية، حيث قد تصل الحرارة إلى 41 درجة في زاغورة وتنغير، بينما ستبقى الأجواء معتدلة وصافية بالسواحل الأطلسية الممتدة من الدار البيضاء إلى الدخلة، مع استمرار احتمال نزول أمطار ضعيفة ومحلية شرق الأطلس الكبير والمتوسط.